أحلم في مستقبل في السعودية أعيش فيه أنا وشقيقتي مناهل والنساء عموما في السعودية مع كامل حقوقنا واحترامنا، بدون ما نضطر نتعرض إلى اعتقالات وسجن وانتهاكات بسبب أننا نساء نتكلم عن حقوقنا كنساء. حتى انتهت بنهاية سيئة أنه مناهل يتم الحكم عليها بتهم الإرهاب. الجرائم اللي وجهت لمناهل هو خروجها بدون عباية، مع أنه هي خرجت أصلاً بعد ما قال ولي العهد هذا الشيء. الشيء الثاني النشاط في حقوق المرأة، مع أنه سبق وصرحت يعني أمن الدولة وحقوق الإنسان في السعودية أن حقوق المرأة والنسوية غير مجرمة. بالنسبة للتغيرات اللي ظاهرة للعالم أن السعودية يعني مكنت المرأة فيها، أنا أشوفها غير صحيحة، بالعكس وضع المرأة صار أسوأ من قبل، بما أنه السعودية واضح أنه مهتمة يعني في سمعتها خصوصا في الإعلام الغربي. يوما ما توقفون من أنكم يعني تتضامنون مع مناهل، تكونون صوت الحق، يكون عندكم شيء تتشرفون فيه يوما ما أن حنا ساهمنا في نصرة امرأة صاحبة حق كانت مظلومة وصوتنا صنع الفرق. I think it's good.